هادي ماشي تسمبغات، هادي تأكسد ديال الخلايا ديال البشرة اولا تلف سطحي وكيوقع لنا بسبب اشعة ديال الشمس اولا التلوث. وباش نحولوا البشرة من هكا لهكا خاصنا نسرعوا دوران الخلايا ونشجعوا نمو خلايا جديده. ولكن كيفاش؟ اول حاجه خاصنا الفيتامين سي والريتينول. الفيتامين سي كينقي ويوحد لينا لون البشره، ولكن راه ما كيبيتش، غير كيسرع لينا تقشير الخلايا الميته وكيحفز البشره تفرز الزيوت الطبيعيه ديالها، يعني كيعطينا ترطيب ولمعان. والريتينول كيزيد من انتاج الهالورونيك اسيد اللي كيعطينا ترطيب ولمعان، وكيحفز الكولاجين وكيزيد من سماكه الجلد، وكيساعد حتى في تجديد الخلايا. كينظم لنا افراز الميلانين في طبقه ديال البشره، يعني كيساهم في توحيد اللون وتحسين الملمس. دابا كيفاش نطبقوا هادشي علميا؟ ضروري خص يكون عندنا روتين اساسي كيتكون من غسول مرطب وواقي شمسي. في النهار كنستعملوا الغسول ومن بعد الفيتامين سي ومن بعد الترطيب، وضروري من الواقي الشمسي سواء كنتي خارجه او لا. وفي الليل كنستعملوا الدابل كلينزين، راه هو غسول وفي نفس الوقت مزيل الميك اب. والفيتامين سي كنستعملوا حتى في الليل مع المرطب. وفي الشهر الاول كندخلوا الريتينول يومين في السيمانه، مثلا اثنين والخميس. والشهر الثاني السبت والاثنين والخميس. والشهر الثالث كنستعملوه يوميا كل ليله. وبالنسبه للريتينول والفيتامين سي استعملوا اي ماركه متوفره عندكم. اهم حاجه هو ما كيصلحش للمرضع الحامل.